تعالوا النهارده اقولكوا على تركة النسكويك بديل النسكويك. طبعا ما بقيناش نجيب نسكويك، بقينا نجيب في انواع تانية، وانا قررت ان انا قلت هجرب نوع كده من مكان يعني بيبيع حاجات بقى كده للاطفال وكده، بس يعني حاجات بالكيلو. فقلت هجرب. المهم جبته، هو طعمه حلو جدا، مفيش فيه مشكلة يعني، بس المشكلة ان هما بقى ايه، كل الانواع قصة فيها ايه، ان هي مش بتدوب بسرعة، مش زي النسكويك بيدوب بسرعة. لا، الانواع دي بصوا هو باودر قوي، بصوا، فمش بيدوب بسرعة. فايه الحل؟ هقول لكم الحل. تعالوا بصوا. الحل بالنسبة لي ان انا هكون محضرة مية سخنة، هاخد منها يعني ايه معلقة بس كده، معلقة تدوبهولي مش اكتر. ماشي، بما ان احنا بنستخدم اللبن ساقع، طبعا ان هما بيحبوا اللبن ساقع اكتر من السخن يعني. متاخدوش منه كتير على فكرة، مش زي النسكويك تاخدوا منه كتير، لا، خدوا منه حاجة بسيطة، سواء النوع ده او اي نوع من البراندات المصرية او الكورونا او كوكس او الحاجات دي كلها. حط السكر وارجع. حطيت بقى السكر، بس حطوا مية قليل خالص، مش عايزينه اصلا يعني طعمه يبان بالمية، بس يعني يا دوب ادوب بتاع ده ادوبه بس كده، علشان طبعا انا جربت بلبن ساقع عادي ما دابش، وكان بصوا كارثة. بس احنا ايه، بصوا كده. ماشي، يعني احنا هنلاقي حلول لكل حاجة ان شاء الله، ومش هنستسلم ولا هنرجع لأي حاجة. ماشي، احنا على ايه، على الوعد مع بعضينا اهو. بصوا هو كده دايب اوريدي خلاص، مفيش اي مشكلة. نحط بقى اللبن الساقع اهو. بصوا نقلب بقى، انا حطيت لبن ساقع، نقلب بقى كويس. لو الدنيا ايه ألطف يعني بكتير. بس بصوا خلاص كده داب، العملية تمت بنجاح. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. متنسوش تدعوا لاخواتنا، ربنا ينصرهم. باي باي.